عشان يبان قوة الإيمان. ابتلاء يعني اختبار. احنا عايشين في امتحان. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني ليختبركم ليمتحنكم. يبقى احنا عايشين في امتحان، وكل امتحان له نقطة بداية ونقطة نهاية. يقول لك اهو امتحان اللغة الإنجليزية يبدأ في الساعة 8 وينتهي في الساعة 10. أهو الذي خلق الموت نقطة النهاية والحياة نقطة البداية ليبلوكم. هذه الامتحان. الامتحان بيبتدي بالحياة بينتهي بالموت، بس ربنا ذكر الموت الأول، ذكر نقطة النهاية الأول. ليه؟ إنها غريبة. يعني ورقة الإجابة هتتشد في أي لحظة، ما تعرفش هي هتتشد إمتى ما نعرفش. أنت قاعد بتحل دلوقتي، اعمل حسابك في أي لحظة الورقة دي هتتشد، روحك هتتاخد منك. ليه؟ لأن احنا لو حبينا نعرف مين أول واحد في المسجد ده هيموت، ما ينفعش نجمع تواريخ الميلاد ونشوف أكبر واحد فينا دخل، ممكن أصغر واحد فينا ما حدش يعرف. لكن أنت في امتحان مطلوب منك إيه عشان تعدي؟ تشغل مخك، بتفكر في الامتحان. أنت بتفكر، لابد تفكر عشان تصل. سيدنا إبراهيم لم يترك نفسه هكذا، لا، اعتنى بقلبه، اعتنى بقلبه وبإيمانه. عايز يشوف مستوى الإيمان طالع نازل. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى مؤمن طبعا ولكن ليطمئن قلبي. عايز يقوي إيمانه كمان، عايز يقوي إيمانه. هو ده مهم جدا. كل واحد فينا عبارة عن قلب وروح وعقل وجسد. كل حاجة من الأربعة دي ربنا اداها لنا ضعيفة أو فاضية، وادانا القدرة إننا نملاها أو نقويها. ربنا ادالك بطارية بتفضل لازم تحطها كل يوم على الشاحن. إيه هو الشاحن؟ القرآن الكريم. تقراه بتدبر وتفكر وجمع قلب كده، تشحن إيمانك كل يوم ساعة، نص الصبح نص الليل، بس كل يوم ساعة تفكر تعيش مع كلام ربك. ده مهم جدا جدا. سيدنا إبراهيم مهاجر، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان مهاجر إلى المدينة. واحنا ممكن نهاجر نهجر الذنوب. لابد نخلي بالنا ان دي مش بلدنا، كوكب الارض ده مش بلدنا. خلي بالك. انا حبيت اشرح الحكايه دي وانا اسف انا طولت عليكم، لكن حبيت اشرحها في امريكا في واشنطن. فجبت ولد اسمراني قلت له تعالى هنا. انت منين؟ قال I am from Somalia. انا من الصومال. جبت ولد ياباني كده من واحد صاحبي. تعالى انت هنا. انت منين؟ قال I am from Argentina. انا من الارجنتين. جبت ابو ده وابو ده. ابنك مولود فين؟ فالصومالي قال لي ابني مولود هنا في واشنطن. جبت الارجنتيني. ابنك مولود فين؟ قال لي ابني مولود في تكساس، مولود في امريكا برضه. تعالى انت اهو. انت ليه قلت انا من الصومال وانت مولود هنا؟ وانت ليه قلت انا من الارجنتين وانت مولود هنا؟ فده قال لي دي بلد ابويا وامي، دي بلد ابويا وامي. فكل واحد فينا دايما بينتسب لبلد ابوه وامه. انا اتسالت ولد منين وكان صعيدي. انا ولا رحت الصعيد خالص، رحتها كم مره ومولود في القاهره، لكن اما يبقى ابويا وامي صعايده ولا كان صعيدي، ابويا وامي بحار ولا كان بحراوي، وتلاقيني مولود في القاهره برضه. هو كده. طب لما ابوك وامك يبداوا في الجنه وربنا خلقهم اصلا عشان الارض، بس شهر الحسن ده كان في الجنه، يبقى دي رساله لكل واحد فينا ان احنا بلدنا مش دي. احنا عايزين نرجع، عايزين نروح الجنه. فيبقى طول عمرك عايش في دماغك ان انت هنا في الدنيا غريب،
كن في الدنيا غريب او عابر سبيل. انت عايز تروح الجنه، دي مزروعه جوانا. مهم جدا نفهم مساله الهجره دي. لذلك قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم. هو ده، بهذه الاخلاق، بهذه الطباع، بهذا العقل، بهذا القلب، ربنا خلد ذكره. هنا مليارات الناس بتذكره عشرات المرات كل يوم. واتخذ الله ابراهيم خليلا. اللهم صل وسلم وبارك